أهلا بيكم في الحلقة ال11 من بودكاست آراء. أنا رضوى رضوان ويلا بينا. 25 لازم تكون بتاعتك. في سنين كتيرة جدا قبلها انت قلت ان السنة دي هتبقى بتاعتك وما عملتش فيها اي حاجة، وده مش عشان انت ما عندكش قدرة، ولكن عشان انت ما خططتش وما حطيتش شوية افكار ومبادئ في دماغك. والنهاردة هنتكلم عن شوية حاجات لازم تكون عارفها قبل ما تبقى داخل السنة الجديدة عشان تبقى مستعد وتبتدي من دلوقتي. بدءا ذي بدء كده لازم تكون عارف ان محدش هيجي ينقذك، محدش هيعمل لك اللي انت لازم تعمله لنفسك، محدش عنده القدرة انه يغير من حياتك غيرك انت، طبعا بعد ربنا. انت الوحيد اللي تقدر تكون الفارس المغوار اللي يجي يساعدك ويحقق لك احلامك ويبسطك ويخليك انسان مختلف ويخلق منك بني ادم جديد انت عمرك ما تخيلت انك ممكن توصل له. اشتغل على نفسك كل يوم، مفيش يوم بيعدي إلا وانت عندك الفرصة فيه انك تشتغل على نفسك حتى بأبسط الأشياء. حتى لو اليوم كله مفيهوش وقت، حتى لو مشغول، حتى لو متضايق، حاول انك تحسن من نفسك. اعمل اي حاجة واحدة نفسك بكرة تشكرك عليها وتقولك شكرا انك عملت ده، عشان انت عارف قيمة نفسك وعارف ان كل يوم هو فرصة جديدة، وكل لحظة بتعدي ممكن تكون اللحظة الفارقة في حياتك. من أجمل الحاجات في الحياة هي إن إحنا دايما عندنا الفرصة إن إحنا نقوم ونضرب نفسنا على وشنا ونفوق ونغسل وشنا ونبتدي من أول وجديد. أنت دايما عندك الفرصة إنك تكون أحسن طالما لسه فيك النفس وطالما لسه فيك الروح. أنت دايما عندك الفرصة إنك تحسن من حياتك وإنك تحقق أحلامك وإنك تخلق بني آدم من نفسك جديد وأحسن بكتير قوي 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 من النسخة القديمة. تاني حاجة، لو انت عايز تبقى أحسن في السنة الجديدة دي في حاجتين لازم تجاوب عليهم. هل انت مستعد انك تضحي بحاجة بتعملها كل يوم بتبعدك عن حلمك كل يوم؟ وكمان هل انت عندك الاستعداد انك تنسى النسخة القديمة منك اللي كانت دايما بتبعدك عن الفيرجن او النسخة اللي انت عايز توصل لها؟ هل انت مستعد انك تسيب موبايلك اللي كل يوم بيسحب منك على الاقل 5 ساعات؟ هل انت مستعد انك تنسى النسخة الضعيفة اللي ما بتعرفش تعمل حاجة، اللي بتستسلم لأبسط الامور؟ هل انت مستعد للحاجتين دول؟ جاوب على السؤالين دول وانت هتعرف فعلا هل تعرف تبقى احسن ولا برضو هتفضل في مكانك واول شهر بس هو اللي هيبقى فيه شغل والباقي هننام. تالت حاجة، صحتك مش اختيار. اهتمامك بأكلك، نزولك للجيم، انك تنزل تتمشى، انك تشرب مياه كتير، الحاجات دي مش اختيار. بص على اي حد كبير اهمل في صحته وفضل حياته كلها عايش كده وخلاص وما بيهتمش بصحته تمام، وشوف بقى عامل ازاي. شوف انت عايز لما تبقى كبير يبقى الناس كلها واقفة بتسندك، ولا نفسك تبقى لسه واقف على رجلك وتبقى لسه قادر تتحرك ولسه قادر تعمل مهامك اليومية بشكل سهل، مش يبقى بالنسبة لك أصعب حاجة في اليوم إنك تدخل الحمام. صحتك مش اختيار واهتمامك بأكلك مش اختيار. المشكلة إن مجتمعنا خلانا نحس ان نزول الجيم او ان احنا ننزل نتمرن او ان احنا نهتم باكلنا او ان احنا ناكل بروتين كفايه دي حاجات اختيار، او ان دي حاجات الناس اللي بتعملها الناس الرايقه او الناس الفاضيه. بس الحاجات دي هي مهمه جدا في حياتك، لانك لو جسمك سليم عقلك هيكون سليم وهيكون عندك امل وهدف في حياتك اكتر. فاوعى اوعى اوعى تكون فاكر ان التمرين او ان الاكل الكويس دي شويه حاجات تعملها لما تبقى فاضي، ولما ما تبقاش فاضي ما تعملهاش لانك ما عندكش وقت. الحاجات دي مهمة جدا، وهو ده اللي هيخليك دايما تبقى واقف على رجلك وانت عندك 60 و70 سنة تبقى لسه قادر تفكر وتنتج للمجتمع، حتى لو في آثار صحية وصلت عليك بس برضو هتفضل مميز وأحسن وعندك قدرة على انك تشيل نفسك. رابع حاجة، اوعى تكون بابك مفتوح دايما. اوعى بابك دايما يكون مفتوح لأي حد يدخل يبص ياخد اللي هو عايزه ويمشي. لما تدخل حد في حياتك حاول على قد ما تقدر انك تبقى بتركز هو مين وبيعمل ايه وبيضيف لك ايه وهتقدروا تدوا لبعض ايه، وهل التواصل ده ليه فايدة ولا لأ. لان لو ملوش فايدة الحد ده هيجي ياخد من طاقتك ومن مجهودك ومن فكرك ويمشي ولا كأن شيء حصل. وده مش معناه انك تقفل بابك على طول،
ده بس معناه انك تحاول ان انت تكون بتركز مين داخل ومين خارج. وبرضو ده مش معناه انك ما تكونش فريندلي حاجة مختلفة جدا عنك مين بتدخل مين وبتطلع مين. اهم حاجة تبقى عارفها ان دايما قلبك لازم يكون مفتوح بشكل بسيط للناس اللي فعلا عندها القدرة انهم يبقوا عايزين يدخلوا ويعملوا مجهود ان هم يدخلوا. ادي نفسك فرصة انك تتحب وتحب، ادي نفسك فرصة انك تعبر عن مشاعرك، ادي نفسك فرصة انك تشوف حياة وبرسبكتيف او منظور مختلف من الحياة بعيد عن فكرة الخوف انك خايف تتجرح. وده برضو يرجع لحتة انك تنقي ناس كويسة حواليك، ولما تنقي حد وتحس ان الحد ده يستاهل وجوده في حياتك سيبله الفرصة انه يحسسك ويوريك حاجات مختلفة يمكن انت ما كنتش شايفها. خامس حاجة، دور على صحاب يبقوا موجودين وقت فرحك قبل ما يكونوا موجودين وقت حزنك. اللي اكتشفته ان الصحاب اللي بيبقوا موجودين وانت متضايق من حياتك، عمال تشكي من الهموم، عمال تشكي من حاجة مضايقاك، سهل وجودهم، سهل انك تقعد مع حد وتقعد تقوله انا متضايق وقرفان ومخنوق. لكن صعب قوي انك تلاقي حد يكون مبسوط لك في فرحك ويكون موجود ليك لما تكون عملت حاجة في حياتك، وصلت لحاجة في حياتك، ويكون فعلا مبسوط ليك من جواك. دور على الناس دي لان الناس دي هي اللي فعلا بتخلي الحياة ليها طعم. سادس حاجة، صدق في خطة ربنا. قبل ما تيجي هنا ربنا كان مقرر ومحدد كل حاجة. كل حاجة بتحصل لك هي يا إما درس يا إما نعمة. لو هي درس اتعلم الدرس، ولو هي نعمة اتبسط وعبر عن شكرك لله، وعبر عن شكرك وان انت مبسوط من حاجة دي واحمد ربنا كتير عليها. ولو هي درس فلازم تتعلم الدرس، لان لو ربنا عايز يعلمك حاجة هتتعاد مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تتعلمها وتفهم الدرس. سابع حاجة، حاول على قد ما تقدر انك دايما تكون شكور، انك دايما تكون بتحمد ربنا، انك تشوف ابسط النعم عندك وتحمد ربنا عليها. لان مش كل الناس عندها الحاجات دي، ومش كل الناس شايفة وقادرة تعيش اللي انت عايشه، واللي بالنسبة لك عادي بالنسبة لناس تانية حلم وحاجة يموتوا عشان يوصلوا لها. فخليك شايف النعم في ابسط الاشياء. اكتب النعم دي على ورقة كل يوم بالليل، وحاول على قد ما تقدر انك كل يوم تشوف 3 حاجات تشكر ربنا عليها، عشان دايما تكون فاكر وعارف قدرة ربنا ونعم اللي انت فيها اللي احنا احيانا ما بنشوفهاش، من اول النفس اللي احنا بنتنفسه لغاية حاجة جديدة اشتريتها وانت حاببها جدا. تامن حاجة، شكلك حاجة لازم تهتم بيها، وده مش معلومة سطحية ولكن pretty privilege، او ان انت تكون بني ادم بتعرف تقدم نفسك حلو للمجتمع. دي حاجة هتسهل لك حياتك الاجتماعية، هتسهل لك حياتك العملية، هتسهل لك اي حاجة في حياتك، هتخليك دايما باين وظاهر. ودي حاجة حلوة جدا مش المفروض انك تهرب منها. وده مش معناه ان انت تركز على شكلك، لا، ده ببساطة معناه انك تستحمى، تغسل شعرك، تسرح شعرك، تلبسي شرب حلو، تلبس هدوم مترتبة ونضيفة ومكوية، ريحتك تبقى حلوة، تبقى مهتم بشكلك، تحط كريم على وشك، تغسل وشك قبل ما تنزل، تغسل سنانك. كل الحاجات دي حاجات بتخليك أحسن وبتبان أحسن وبتديك فرص في الحياة انت ما تتوقعهاش. لأن الحقيقة هي ان أول حاجة أي حد بيشوفها عنك هي شكلك، فشكلك ده ممكن يطلعك 10 خطوات قدام أو يرجعك 10 خطوات ورا. تاسع حاجة، اتعلم في أي حاجة تيجي في وشك. مش لازم تكون كل حاجة بتعلم فيها هي حاجات انت حاببها وعندك شغف فيها. أي معلومة تخطر على بالك أو سؤال اكتبه في النوتس عندك على الموبايل، أو اكتبه جنبك، أو افتكره، أو أيا كان، ولكن اكتبه أحسن في النوتس. وادخل بعد كده اسأل شات جي بي تي عنه، اسأل جوجل عنه، اتعلم في الحاجة دي، افهمها. لان ببساطة لما تبقى قاعد في قاعدة والمعلومة دي تيجي تقول انا عارف المعلومة دي وتقعد تتكلم، شكلك هيبان ان انت بني ادم مثقف اكتر، وفعلا هتكون بني ادم مثقف اكتر لان هيبقى عندك معلومات معظم الناس بتسألها وتضحك وتمشي. 10 حاجة، خلي عندك non-negotiables، يعني خلي عندك حاجات ما ينفعش تتخطاها في يومك. 3 أو 4 حاجات كل يوم لازم يتعملوا، زي الصحيان بدري، زي الصلاة، زي ان انت تعمل حاجة
للهدف اللي انت عايز توصله، زي الرياضة. ايا كان الحاجة اللي انت تحبها من دول، ولكن الصلاة ده موضوع تاني. ولكن اي حاجة انت تحبها من الحاجات دي لازم يبقى عندك non-negotiables، حاجات ما ينفعش تتخطاها في يومك غير لما تعملها، حاجات ما ينفعش تدخل سريرك وتنام الا لما تكون عاملهم. الحاجات دي واستمراريتك عليهم هتخليك تحس انك دايما in control، انك دايما ماسك حياتك، انك دايما ماسك زمام الامور، وانك عارف تبني حياة لنفسك انت عايز توصل لها. رقم 11، صلي. ايا كان انت مسلم صلي ال5 فروض، لو مسيحي صلي. اي حاجة، المهم تكون قريب من ربنا ويبقى في ما بينك وما بين ربنا رابط ووصل، ما تبقاش انت في حتة وإلهك وربك اللي خلقك في حتة تانية. لازم يبقى في ما بينكوا وصل، ولازم تبقى دايما فاكر ربنا، علشان لما تقع في مشكلة ما يجيش الشيطان يقولك اصل انت عمرك ما كنت فاكر ربنا فهو مش هيفتكرك. ربنا كده كده دايما فاكرنا، ولكن لما بنصلي بنحس ان دايما في تواصل ما بيننا وبين ربنا، وبنحس ان احنا دايما محميين، وده بيرجع وبيعكس على حياتنا وبيخلينا نحس ان احنا دايما كويسين وهنوصل لحاجة لاننا في حماية ربنا. رقم 12، نزل ابليكيشن يبقى بتاع سكرين تايم عندك على الموبايل للسوشيال ميديا، بيقفل الابس وبيخليك تبقى عارف انت قعدت قد ايه. ولو عايز تاخد 5 أو 10 دقايق على الابليكيشن ده بيفتح لك الابليكيشن للوقت ده وبعد كده بيقفله. لان انا من فترة دخلت شفت انا بقالي قد ايه بقعد على الموبايل في خلال ال5 سنين اللي فاتوا، اكتشفت ان انا بقالي يجي سنة كاملة من 5 سنين انا ضيعتها على الموبايل. ما اعتقدش ابدا ان اي حد فينا هيحب يبص لشريط حياته كده ويلاقي ان في منه يجي 10-15 سنة ضاعوا واحنا قاعدين على الموبايل. حياتك اغلى واحلى بكتير من تبقى عينيك ممققة في شاشة انت مش فاهم حاجة فيها، وانت مش هتعرف الناس اللي فيها، وانت مش مستفيد اي حاجة من الناس اللي انت تتفرج عليها دي، وغالبا هتنساهم كلهم. رقم 13، الحياة كده كده فيها ألم. فكرة الألم أو الوجع في الحياة مش شيء نتخطاه أو مش شيء بنحس بيه مرة واتنين وتلاتة وبيخلص. الألم من يوم ما انت بتتولد وبتنزل بتعيط لحد ما روحك بتبقى بتطلع، في كل المراحل فيه ألم، بس انت اللي بتختار الألم اللي انت تحبه. يا إما ألم ان انت تكون ندمان انك ما عملتش حاجة في حياتك وانك ما وصلتش لحاجة في حياتك، أو ألم انك بتعمل حاجة، وألم ان انت دايما شغالة على نفسك وبتزق نفسك حتى وانت مش قادر. انت اللي بتختار نوع الوجع اللي يبقى في حياتك. لكن صدقني الوجع بتاع انك بتشتغل على نفسك احلى واجمل، ونهايته احلى بكتير من الوجع بتاع الندم. رقم 14، انت مش خفاش. اصل انا بشتغل احسن بالليل، اصل انا بحب، اصل انا نايت بيرسون. ربنا خلقنا بني ادمين بنصحى الصبح ونشتغل الصبح ونريح بالليل وننام بالليل. ما اعتقدش ان انت عندك القدرة انك تطلع بره الدايرة دي او انك تبقى مختلف عن كل المخلوقات اللي ربنا خلقها. اصحى بدري، اشتغل الصبح، ركز في اللي انت بتعمله، وريح بالليل ونام. لان ببساطة شديدة اي حد، وأراهنكوا لان اي حد بيقول انا اصل انا بشتغل بالليل احسن، هو بيشتغل بالليل احسن لان بالليل مفيش مشتتات كتيرة. المشتتات الموجودة بالليل قليلة، فبالتالي هو بيبقى عنده قدرة اكتر ان هو يركز. لكن انت لو قادر تحدد وتحكم في التشتيت اللي بيبقى في دماغك هتشتغل الصبح، وصدقني شغلك الصبح هيبقى احسن بكتير، لان ببساطة ده اكتر وقت انت فيزيكلي عندك قدرة ودماغك مفوقة وقادر تنتج اكتر. رقم 15، رتب اوضتك. رتب اوضتك مش معنى ان انت حاسس انك لما الدنيا بتبقى مرتبة وانت عارف مكان كل حاجة حواليك انا كده شغال وانا كده كويس. لا، رتب المكان اللي انت فيه، لان المكان المترتب بيخلق عقل مترتب مش مليان زعيق وخناقات جوه انت مش فاهم هي رايحة وجاية على فين. حياتك انت المتحكم فيها، فبالتالي حاول تخليها جميلة وهادية على قد ما تقدر. حاول على قد ما تقدر انك تخلي حياتك فيها جزء من الرومانتسايزنج، والموضوع ده دايما البنات بتبقى عارفاه اكتر، بس انا اعتقد انه ينفع مع اي حد. ولع شمعة، حطوا ريحة جميلة في البيت، خلوا المكان اللي حواليكم مترتب، حاولوا تحسوا ان انتوا هاديين ورايقين على قد ما تقدروا. خلوا حياتكم فيها جزء من الرومانتسايزنج او
اللي انت تخليها حياة كده فيها نوع من الفيلم الرومانسي الهادي، وكأن انت الشخصية الرئيسية، لان انت فعلا الشخصية الرئيسية، واي حاجة عايز توصل لها او تعملها هي بتاعتك انت. رقم 17، لو انت متلخبطة ومش عارفة هو عايزك ولا لأ، هو مش عايزك. ولو انت متأكدة هو عايزك. بس كده، مفيش كلام كتير، مفيش أفكار كتير، مفيش أصل هو قال، أصل هو عمل، أصل حصل كذا، أصل حصل كذا. لأ، لو انت متلخبطة هو مش عايزك ومجرد مستخسرك أو بيتسلى. لكن لو انت متأكدة يبقى خلاص هو عايزك. رقم 18، مجرد ما حد يقل احترامه ليك وتقوله أول مرة وتفهمه انت حسيت بإيه ويعملها تاني، امشي. مفيش حاجة ممكن تعملها تغير الرأي ده، مفيش حاجة ممكن توصلها أو طريقة باردة أو إنك تروح تقوله أنت إزاي بتعمل معايا كده هتخليه يغير رأيه. البني آدم ده من الأول شافك وحس إن هو مش عايز يحترمك، أو حس إن هو مش عايز يبقى شايفك في حتة عالية، أو عايز يقلل منك لأي سبب إن كان، ملناش دعوة. المهم إن أحسن رد فعل للبني آدم ده إنك تمشي، تشتغل على نفسك وتمشي، مش عشان تقهره او تضايقه او ايا كان، ولكن عشان انت بتحترم نفسك وعارف قيمة نفسك ومش محتاج تقعد تبرر لحد هو ايه وليه محتاج يحترمك. رقم 19، افتح بنك اكاونت. افتح بنك اكاونت وحط فيه فلوس، وخلي ليك حساب، وخليك عارف انت بتصرف ايه وما ما بتصرفش في ايه، بتحب تجيب ايه وما بتحبش تجيب ايه، بتهتم بايه، وايه الحاجات اللي ما ينفعش ما تصرفش فيها، وايه الحاجات اللي ممكن تستغنى عنها، وتكتشف قد ايه انت بتعمل حاجات وبتشتري حاجات ملهاش اي 30 لازمة لمجرد انك معاك فلوس. افتح بنك. رقم 20، اعمل فيجن بورد. اعمل فيجن بورد بما ان السنة الجاية داخلة. اعمل فيجن بورد، ده هيساعدك جدا في انك تبقى دايما شايف اهدافك ودايما بتفكر عقلك بيها. وما تعملش فيجن بورد فيها صور لفلوس، سكسس، فيم. لا، اعمل فيجن بورد لحاجات انت فعلا عايز توصلها، specifically ليك، حاجات ليك انت وبس. يعني عايز تجيب ايه وعايز توصل لفين، عايز تجيب الحاجة دي والحاجة دي تكون عاملة ازاي، عايز تبقى بني ادم عامل ازاي، وتحط صور للبني ادم ده بشكله، بطريقته، بطريقة لبسه. 21، لما تبقى في موقف مش عارف تعمل فيه ايه وحاسس انك الإجابة مش واصلالك، فكر في أحسن نسخة منك هتعمل ايه في الموقف ده، وصدقني هتعرف انت عايز تعمل ايه. لأن احنا بنبقى عارفين احنا محتاجين نعمل ايه، بس بيبقى النسخة اللي احنا فيها دلوقتي ممكن تكون مش مستعدة أو مش واخدة بالها. فكر في أحسن نسخة منك هتبقى عايزة تعمل ايه، واعمل زي ما دماغك بتقولك. 22، أهلك أول مرة يعيشوا، وأول مرة يكونوا أهل، وأول مرة يربوه. فعشان كده متحاولش تعاند معاهم دايما، حاول على قد ما تقدر ان انت تمشي الدنيا وتليس الدنيا. اعمل اللي انت عايزه طالما اللي انت عايزه ده صح، ولكن دايما خليك اهدى شوية معاهم، لان الخناق معاهم ومحاولتك انك تقنعهم بوجهة نظرك غالبا مش هتشتغل، لان دي الطريقة اللي هم اتربوا بيها وكبروا بيها. فحاول على قد ما تقدر انك تريح نفسك وتريحهم وترضي ربنا. 23، اسمع بودكاستز اكتر. ودي مش دعاية للبودكاست، ولكن عشان البودكاستز من الحاجات اللي هتساعدك جدا جدا في حياتك، وهتديك معلومات عمالة على بطال وانت بتتمشى وانت بتتمرن وانت بتعمل اكلة وانت بترتب البيت، ايا كان احسن بكتير من الاغاني. ده غير ان الاغاني حرام، ولكن البودكاستز بتساعدك ان انت تبقى عندك معلومات كتيرة جدا واراء مختلفة من ناس مختلفة، ودايما هتخليك عندك رؤية ومنظور مختلف للي حواليك وللعالم. 24، لو عندك مشكلة ومش عارف تعمل فيها ايه، فكر هل المشكلة دي تقدر تحلها او لا، هي حاجة تحت قدرتك او تحت الكنترول بتاعك او لا. لو هي حاجة تحت الكنترول بتاعك شوف هتعمل فيها ايه واعمل لها خطة وابتدي اشتغل عليها. لو هي حاجة مش تحت الكنترول بتاعك يبقى سلم امرك لله وركز على الحاجات اللي انت تقدر تعملها وتقدر تتحكم فيها في حياتك. 25، لو عندك هدف عايز توصله قوي ما تشاركوش مع كل الناس. مش كل ما يجيلك فكرة تقولها للناس، مش كل ما يبقى عندك هدف تقوله للناس، مش كل ما يبقى عندك حاجة عايز توصلها تقولها للناس. مش كل الناس فاهمة انت عايز تعمل ايه، مش كل الناس بتحبك، مش كل الناس اللي مبينه لك هو الحقيقة. في ناس كتيرة جدا بتتضايق بس فكرة ان في حد عايز يعمل احسن. خلي الحاجة اللي انت بتعملها لغاية ما تتحقق وتوصل، وصدقني مجرد ما الحاجة دي تنجح والحاجة دي توصل فعلا مش هتحتاج تتكلم عليها، وهتلاقيها هي بتتكلم عن نفسها. 26، المورنينج روتين مش
كلام وخلاص. انك تصحى بدري، تشرب مية، تغسل سنانك، ترتب اوضتك، تكتب حاجة، تعمل فطار وانت هادي وانك مش مستعجل وانت نازل، انك تصحى بدري قبل ميعادك علشان تقدر تعمل مورنينج روتين وروتين صباحي يكون هادي لنفسيتك. ده مش اي كلام، ده هيخليك حاسس ان انت متحكم في حياتك اكتر بكتير جدا، وكمان هيخليك حاسس ان انت خلصت ابسط الامور اللي عندك، تقدر تكمل في الحاجات المهمة اللي انت عايز توصلها او عايز تعملها في يومك. 27. الكلمة الحلوة صدقة. الكلمة الحلوة صدقة. خليك لذيذ مع الناس، قول للناس كلام حلو، ابسط الناس، جامل الناس. خليك دايما البني آدم اللي الناس بتشوفه بتتبسط وبتفتكر الكلام الحلو اللي انت بتقوله، لان الناس مش بتفتكر اللي احنا قلناه ليهم على قد ما بتفتكر احنا حسسناهم بايه. خليك دايما حاول على قد ما تقدر انك تكون بصمة حلوة في حياة الناس، انك تكون بني آدم خفيف وما تكونش حاجة الناس بتقول عليها اعوذ بالله يا ريتني معرفته. 28. لو انت مش obsess بحياتك وبنفسك، ليه الناس هتكون obsess بيك؟ لو انت مش invested ومتغمس في حياتك وعمال تركز في انك تبقى بني ادم احسن وانك تبقى بني ادم احسن في كل الاتجاهات في حياتك، ليه الناس هتبقى عايزة تبقى موجودة؟ وليه الناس هتكون عايزة تشوفك وتحس اللي هو الله ده إلهام بالنسبة لي؟ لو انت عايز تبقى البني آدم ده لازم تبقى انت عندك إلهام من نفسك وبتحب حياتك وبتهتم بتفاصيلك جدا. 29. حاول على قد ما تقدر تاخد صور كتير جدا لكل حاجة في حياتك. صدقني الصور دي هتبصلها في يوم من الأيام وتفتكر ذكريات جميلة جدا وانت حابب انك تفتكرها، حتى لو فيها حاجات ما كانتش احسن حاجة، ولكن كل وقت وكل ذكرى في حياتنا بيبقى ليها طعم وبيبقى فيها نوع من الحنين عايزين نرجع لها. حاول على قد ما تقدر انك تاخد صور، انك تعمل ألبومات، انك تطبع الصور دي وتحطها في ألبومات. الموضوع ده صدقني 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 هتشكر نفسك عليه جدا لما تكبر وتبقى قاعد بتفتكر ذكريات طفولتك، ذكريات مراهقتك، ذكريات الجامعة، ذكريات شغلك، ذكريات اي حاجة في حياتك. واخيرا رقم 30. رقم 30 مش نصيحة دايركت زي كل النصايح اللي انا قلتها لكم النهاردة. رقم 30 نصيحة جاية من قلبي بجد، نصيحة انا يا ريتني كنت سمعتها وعرفتها من زمان، نصيحة اتمنى كان حد قالها لي وانا صغيرة. حب نفسك قوي زي ما انت، لان مفيش حاجة هتعملها او هتحطها في نفسك زيادة او هتزودها هتخلي حد يحبك اكتر. لو حد مش حبك او هو مش عايزك مش هيحبك لو عملت ايه. حب نفسك زي ما انت، حسن من نفسك على قد ما تقدر، ولكن حب نفسك وقدرها وخليك دايما شايف ان انت قيمتك عالية في نظر نفسك قبل ما في قيمة الناس او في نظر الناس. حب نفسك وقدرها واعمل حاجة لروحك تشكر نفسك عليها قدام، علشان لما تبقى عايز تقول انا عملت كذا وكذا وكذا تعرف تقول انك طلعت من حياتك دي بحاجة انت فخور بيها وفخور انك تشتغلت عليها. بس كده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا في الحلقة دي. كانت مختلفة شوية، هي مش زي البودكاست اللي انا بقعد اتكلم معاكم فيها بشكل كده، ولكن انا كنت حاسة ان هي تكون حاجة مفيدة قوي للسنة الجديدة بالذات. عايزة اقول لكم ان مش معنى ان السنة الجديدة جاية ان انت لازم تكون مستوى وبني ادم مختلف تماما. انت ممكن تبتدي من دلوقتي بأبسط الحاجات. حاول على قد ما تقدر ان انت ما تخدش نفسك بكمية البلانز وكمية التحضيرات اللي انت هتعملها للسنة الجديدة عشان فعلا توصل لحاجة ونوصل لحاجة ونحسن من حياتنا فعلا السنة دي. فحاول ان انت تكون عندك زي نوع من التقبل ان مش كل حاجة هتتغير مرة واحدة، وان لازم كل حاجة بتاخد وقتها. واحدة واحدة هنكون احسن. انا مصدقة فيكو وعارفة ان كل واحد بيتفرج على الفيديوهات دي فعلا 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 عندك قدرة وعندك مقدرة ان انت تخلق من حياتك حاجة جميلة جدا جدا جدا. كل اللي عليك صدق في نفسك واشتغل فيها وارمي توكالك على ربنا وبس كده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا زي ما انا اتبسطت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، وادخلوا على الديسكريبشن هتلاقوا اللينك بتاع التيك توك والانستجرام، بنزل فيه كل الابديتس وحاجات شويه فن وشويه حاجات ريليتد للكونتنت هنا، واتمنى اشوفكم هناك وهنا كمان. وبس كده، باي باي، هابي نيو يير.